السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال وانتوا بتشوفوني النهاردة. كل عام وانتم بخير وربنا يعود عليكم الايام بالخير يا رب، ويرفع عنكم كل حاجة وحشة ويحقق لكم كل امانيكم يا رب العالمين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الجلاش المصري بطريقة كده تحفة بجد. طبعا ده كده اساسي معانا في العزومات، وكمان في اي سفرة عادية لازم يكون كده في وصفة من وصفات الجلاش. فهنعمل كده الجلاش المصري، وكمان هنعمله بأقل كمية من اللحمة المفرومة، أقل كمان من ربع كيلو من اللحمة. فان شاء الله الفيديو يعجبكم، حطوا له لايك واشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا معايا كمية صغيرة خالص من اللحمة المفرومة، تكاد تكون يعني 200 جرام او ممكن اقل كمان من 200 جرام. تمام. هنشغلها طبعا في الصينية وهنعمل منها صينية كبيرة وحلوة جدا. جبت كده كزرولة او طاسة. تمام. حطيت فيها شوية كده من الزيت، وشوية كمان احط كده معلقة من السمنة. تقدروا تستخدموا طبعا اي مادة دهنية بتحبوها. حطيت كده معلقة من السمنة عليها كده شوية من الزيت، طبعا على حسب كمية اللي انت هتعمليها. لو عايزين طبعا تستخدموا كمية لحمة اكتر من كده براحتكم خالص. دي كانت قطعة لحمة كده سليمة، وانا فرمتها في الكبة. تمام، عشان ما تستغربوش بس شكلها. بعد كده طلعت كده كمية كده من البصل ده انا مفرزاه عشان يسهل عليا الشغل في رمضان. فطلعته كده من الفريزر واخدت منه قطعة كده. لازم ينزل على النار على السخن على طول. تمام، ما ينفعش تسيبيه يفك وبعد كده تستخدميه، لازم تنزليه على الطاسة على طول. تمام. فنزلت كده كمية كويسة، كمية مساوية لكمية اللحمة اللي انا هستخدمها. تمام. وكل ما مزود البصل في العصاج، عايزه اقول لكم انه بيدي طعم حلو جدا جدا، ومش بيبان خالص ولا بنحس بيه. لو انتوا من النوع اللي بتتضايقوا من البصل ممكن تنعموه جدا، يعني تبشروه كده بالمبشره وتنعموه خالص عشان ما يكونش باين خالص معاكم في العصاج. بعد ما اديته كده تشويحه للبصل، نزلت كده باللحمه المفرومه. زي ما قلت لكم دي قطعه صغيره قوي، يعني ممكن تستخدموا 8 كيلو بس من اللحمه المفرومه. تمام. طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، فكلنا بنحاول كده نوفر وندي افكار لبعض عشان كده نعدي من الازمه دي على خير ان شاء الله. حطيت كده بقى الملح، فلفل اسود، وكمان كزبره ناشفه. حطيت نص مكعب مرق تقدري تستغني عنه. وكمان هحط شويه من السبع بهارات، طبعا 7 بهارات انا عاملاها معاكم على القناه اكتر من مره. تمام. وهحط كمان شويه من البابريكا. البابريكا بتدي العصاج كده لون احمر حلو وطعم حلو جدا. بقلبهم كده كويس مع بعض واتاكد كده ان هما خلاص استووا، ويبقى كده تمام معايا. مفيش اسهل من كده. تقدروا طبعا تضيفوا حاجات زياده زي ما انتوا حابين، طماطم او فلفل الوان زي ما انتوا عايزين، بس انا بحب الجلاش يكون العصاج بتاعه يعني كده بالظبط. تمام. بعد كده هجيب الجلاش. الجلاش اللي انا بستخدمه زي ما انا وريته لكم قبل كده ده اسمه الزهار. الميزه اللي فيه ان الورقه بتاعته بتكون رقيقه قوي. كل ما الجلاش الورقه بتاعته تكون رقيقه، كل ما بيعمل معاكي وصفات كتير، يعني تقدري تستخدميه في وصفات كتير. تمام، على عكس الجلاش اللي بيكون تخين شويه عامل زي الرقاق الطري. العبوة اللي انا جايباها دي بيكون فيها 3 قطع، كل قطعة بتبقى 200 جرام، يعني العلبة على بعضها بتكون 600 جرام. انا هستخدم معايا في الصينية دي هستخدم قطعتين بس، يعني هستخدم 400 جرام بالظبط من الجلاش. جهزت بقى الطاجن بتاعي، وده طاجن كبير وحلو جدا. يعني تقريبا انا مش متذكرة المقاس بتاعه، بس هو مقاس كبير. تمام. بدأت ادهنه كويس من الجوانب ومن القاعدة بتاعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تقدروا تستخدموا اي صينيه موجوده عندكم، مش شرط بايركس خالص، يعني ألمونيوم، اي تيفال، اي حاجه. تمام. بعد كده هبدا كده اخد الجلاش، هاخد ورقتين ورقتين زي ما انتوا شايفين. باخد كده اول ورقه الاول واسويها كده. كنت بقيس على مقاس الصينيه واشوف هل كده المقاس مظبوط ولا لا. فلقيته على قد الورق بتاعي بالظبط. تقدروا كمان انكم تقطعوا الورق على حسب مقاس الصينيه اللي انتوا بتستخدموها، بس ده ممكن يهدر معاكم شويه. تمام. فانا بفضل دايما اني استخدم الصينيه نفس مقاس الورقه اللي انا بستخدمها للجلاش زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو الصواني اكبر من كده بتحطوا ورقتين جنب بعض مفيش مشكله. بحطها كده في الصينيه وبتنيها كده من الجنب. بعد كده بدهن معايا بقى الماده الدهنيه. معايا انا حاطه نص كوبايه زيت على سمنه. تمام. مش بحب استخدم سمنه بس عشان بتخليها تقيله شويه، وكمان بتهدر معايا كميه سمنه كبيره. تمام. لكن زيت على سمنه بتكون حلو جدا، وبتكون كده خفيف وطعمه حلو كمان ومتطعم برضو بالسمنه. باخد كده ورقتين ورقتين، كل ورقتين بدهنهم بالسمنه. تمام.
زي ما انتوا شايفين انا بتني كده من كل مرة من جنب مختلف، يعني المرة دي تنيت من الجنب ده، المرة اللي بعدها اتني من الجنب التاني. تمام. انا طبعا زي ما قلت لكم انا استخدمت لفتين من العبوة اللي انا جبتها دي، كل لفة فيهم 200 جرام. تمام. فهستخدم واحدة تحت وواحدة فوق، يعني لازم تحت يكون قد فوق. لو انتوا بتستخدموا لفة على بعضها كاملة بتكون كاملة كده 400 جرام، فهتقسموا الورق نصين، هتعدوا الورق وتقسموه نصين، ونص بيكون في الصينية من تحت والنص التاني بيكون من فوق. زي ما انتوا شايفين اي ورق متقطع معاكوا اي زيادات بتحطوها في الصينية في النص عادي جدا، مفيش اي مشكلة، كله في الاخر بيبقى حاجة واحدة. زي ما انتوا شايفين قطعتها وحطيتها مفيش مشكلة خالص. بعد كده برضو بدهنها كويس. تمام. اهم حاجة ادهنوا كده الطبقات كويس جدا عشان تطلع كده معاكي الجلاش مورق وجميل. تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر عشان هقول لكم تكات كده بعملها في الجلاش بتديني طعم تحفة تحفة، وكمان بتخليه كده مورق وهش كده وطعمه تحفة. وبجد اي حد بيدوق من ايدي خصوصا في اي مناسبة او كده دايما يعني بتسأل على الطريقة بتاعته وبيعجب الناس جدا، اللهم بارك، وبيكون اول حاجة بتخلص في العزومة، اللهم بارك. فجربوه بجد هيعجبكم جدا. حطيت كده الحشوة في النص زي ما انتوا شايفين، وجربوا الحشوة بنفس التوابل اللي انا عاملاها بالظبط، بجد هتديكوا نتيجة روعة وهتدعولي عليها من غير ما تضيفوا لها ولا فلفل ولا كمان طماطم ولا اي حاجة، بنفس الطريقة بالظبط اللي عملناها. طبعا انا جبت لفة الجلاش التانية وهعمل معاها زي ما عملت مع النص الاولاني. تمام. دي غلطة مونتاج ما تاخدوش بالكم منها. بعد كده هبدأ احط كده الورقات كل ورقتين بالشكل ده كده، وادهن السمنة. طبعا ده زيت على سمنة، بس انا بقول سمنة كده ايه مجازا يعني، بس هي زيت على سمنة. تمام. بتديكي افضل نتيجة وكمان بتوفر معاكي شوية، لان طبعا سعر السمنة طبعا زي ما انتوا عارفين بقى مبالغ فيه جدا، فان انا استخدم كمية سمنة كبيرة في وصفة واحدة بيكون مكلف جدا. زي ما انتوا شايفين اي قطع صغيرة كده يعني بنوفقها كده في اي مكان في الجنب او في النص وبنحطها، وكله بيندمج كده مع بعضه في الاخر وبيبقى حاجة واحدة وبيبقى زي العسل. زي ما انتوا شايفين بدهن كده وبتني، يعني بتني من هنا مرة ومن هنا مرة. انا عاوزة الصينية تبقى متساوية، ما يكونش جنب فيه قطع جلاش كتير او يكون طبقات الجلاش فيه اعلى من الجنب التاني. تمام. كده انا عملتها كلها زي الفل اهو. بختار كده ورقتين اقفل بيهم من فوق، يكونوا ورقتين ايه سلام. تمام. يعني ما يكونش فيهم اي قطعات، وبتني كده تانية لتحت وبفردها زي ما انتوا شايفين انا عملت ايه بالظبط كده، عشان كده نقفل الصينية كده على النظافة ويكون السطح كده بتاعها متساوي. ابدا بقى اقطعها قبل ما ندهن الوش بتاعها، انا ما دهنتش الوش بتاعها خالص ومش هدهنه، هقول لكم هعمل فيه ايه دلوقتي. هبدا كده اقطعها المقاس اللي تحبوه، بس انا بفضل ان القطعه تكون صغيره بحيث ان ياخد قطعه يخلصها لحد الاخر. زي ما انتوا شايفين الصينيه دي اللهم بارك بتعمل لي 15 قطعه من الجلاش، يعني صينيه كبيره ومحترمه جدا جدا. تقدروا بقى تعملوه كده في العزومات، تقدروا تعملوه كده في، يعني انا عملته بصراحه جنبيه كده شويه محشي كانوا فايضين من اول يوم، وعملت ومخلل جنبيه وخلاص على كده، وكانت اكله تحفه بجد وغير مكلفه تماما، يعني قطعه لحمه صغيره خالص زي ما انا قلت لكم خلاص على كده. بعد كده هبدا اعمل لها صوص كده تشريبه، مش هنكتفي ان احنا ندهن وشها وبس كده، لا طبعا هنعمل لها كده صوص محترم. عملت لها ايه، حطيت كوبايه من الحليب، حطيت عليها بيضه واحده، وحطيت عليها معلقه كبيره من السمنه، وحطيت رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. هقلب كده كل المكونات دي مع بعض كويس. تمام. مش كده وبس، لسه هنضيف حاجة كمان. التشريبة دي بتدي الجلاش طعم حلو جدا، بتديه توريقة حلوة جدا، وبتديله كمان طراوة من جوه. هحط كمان رشة كده من البيكنج باودر، يعني حوالي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بتديه برضو توريقة حلوة جدا وتخليه كده مقرمش معاكي من بره. زي ما انتوا شايفين بشربه كده بالشكل ده كده ووزعه كويس في الصينية. بندخله الفرن على فرن سخن جدا، من قبل ما اشتغل في الجلاش بكون مسخنة الفرن، وبحطه كده على الرف ناحية تحت، يعني الرف يكون قريب من تحت شوية لحد ما ياخد لون ذهبي من حلو كده من تحت. ابدأ اشغله الشواية عشان يتحمر معايا من فوق.
زي ما انتوا شايفين بيطلع لونه تحفة بجد. ببدأ كده اجيب السكينة وبعيد على التقطيعات اللي انا قطعتها في الاول، بعيد عليها تاني عشان اقدر اطلعها كده من الصينية بسهولة. زي ما انتوا شايفين هي بتتهز معايا في الصينية، يعني مش لازقة خالص في الصينية، وممتازة جدا زي ما انتوا شايفين، ولونها حلو قوي قوي. بجد مهما اوصف لكم طعمه بيبقى حلو ازاي مش هتصدقوني، لازم تجربوه بنفس الخطوات اللي عملناها وبنفس التشريبة والتوابل اللي حطيناها في الاول، وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، حطوا لايك لو عجبكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. وربنا كده يحسن ما بين ايديكم ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.